انا تعبت، انا مش قد المسؤوليه دي. كام ام جديده قالت الجمله دي بعد الولاده، خصوصا اول 8 اسابيع. حياه جديده وروح جديده جت على الدنيا، ليها متطلبات ومحتاجه رعايه كامله كل دقيقه، وخصوصا لو كان اول طفل. بيسبب للامهات الجديده حاله ذعر، هعمل ايه؟ ومن هنا بيبدا الضغط العصبي وبزياده المسؤوليه واللخبطه تغيير نمط الحياة الطبيعي وقلة النوم. بيحصل اكتئاب ما بعد الولادة. ايه بقى هو اكتئاب ما بعد الولادة اللي انتشر خصوصا في الألفية الجديدة ما بين الأمهات؟ اكتئاب ما بعد الولادة عبارة عن حالة من الحزن واليأس بتيجي للأمهات خصوصا اللي بيولدوا لأول مرة، والأعراض بتتطور معاهم واحدة واحدة لو ما اتعالجتش في الوقت المناسب. ازاي تعرفي انك عندك اكتئاب ما بعد الولاده؟ هتحسي ان كل حاجه ضغط عليكي، مش هتكوني مستحمله اي حاجه من حد، عياط مستمر وعلى اتفه الاسباب، ودايما تحسي انك مقصره مش قد المسؤوليه، على طول مش مركزه وفاقده الشغف. هيكون عندك ارق، لو نمتي هتصحي كل شويه حتى لو الطفل نام شويه، الشهيه هتقل والوزن هيقل اكتر. في الحالات اللي مش بتتعالج وتتلحق، الموضوع ساعتها بيكون خطير، لان ساعات بيكون في يأس وحزن لدرجه التفكير في الانتحار، او انك تفكري انك تتخلصي من الطفل بما انه هو سبب العبء عليكي. كم مره سمعنا عن ست لسه والده انتحرت او موتت طفلها؟ عشان كده ما ينفعش ابدا الاستهتار بمشاعر الستات اللي لسه والده، ولازم نراقب حالتهم النفسيه كويس. وده في الغالب بيكون دور الزوج اللي لازم يتحمل جزء من المسؤوليه، ويساعد الام ان هم يرجعوا يعملوا توازن في حياتهم بشكل تاني. هل الاكتئاب ما بعد الولاده بيتعالج؟ ايوه بيتعالج. في العاده الموضوع بينتهي بشويه دعم نفسي من الزوج والعيله والاصدقاء، ومساعدتهم للام في شيل المسؤوليه خصوصا في الفتره الاولى. اما الموضوع لو اتطور، ساعتها الدكتور بيبدا يدي ادويه لعلاج الاكتئاب تكون مناسبه مع الرضاعه. رساله لكل اسره وكل زوج: فترة ما بعد الولادة فترة صعبة، الأم فيها بتكتشف عالم جديد مليان مسؤولية وتعب. لازم تلاقي كل الدعم منكم. ولو حصل لا قدر الله وظهرت عليها بوادر الاكتئاب، ما تستهونوش بالموضوع وتقولوا دي بتدلع، والجاوا للدكتور عشان تمر الفترة دي بسلام.